بالفيديو انهيار وصدمة في الإعلام الجزائري بعد تكريم الرئيس تبون لمدرب المغرب سعيد شيبة بعد فوز المنتخب المغربي على الجزائر في كأس إفريقيا وتأهله للمونديال، والدراجي ينفجر ويغادر الأستوديو بسبب هذه اللقطة. شاهدوا ماذا حصل. ولكن إذا كنت مسلما وسعيدا بفوز المنتخب المغربي فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. بعد الفوز التاريخي للمنتخب المغربي بثلاثية على المنتخب الجزائري، وتأهل المنتخب المغربي لمونديال الناشئين عن جدارة بعد الفوز في ربع نهائي كأس إفريقيا على الجزائر، فقد نشرت وكالة الأنباء الجزائرية قبل قليل أخباراً وصوراً للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تفيد بقيام هذا الأخير بتكريم مدرب المنتخب المغربي سعيد شيبة في القصر الرئاسي بفندق شيراتون بالجزائر بعد الفوز المستحق الذي حققه، مؤكدا تبون على أن هذا الفوز فخرا كبيرا لنا جميعا، وخسارة المنتخب الجزائري أمام الأشبال المغاربة لا تعد خسارة بل فرحة لنا جميعا، ولا يوجد أي فارق سوى من فاز، المنتخب المغربي أو الجزائري، فنحن إخوة وشعب واحد. وبعد هذه الواقعة أدلى المعلق الرياضي الدراجي الجزائري بتصريح لقناة الهدف الجزائرية وقال: يبدو أن فخامة الرئيس تبون لا يدرك ما يقول أو ما يقوم به. هذه إهانة كبيرة للجزائر أن تكرم المدرب المغربي بالقصر الرئاسي بعد هزيمته لمنتخب بلادك. أنا لم أعارض أبدا قرارات الرئيس تبون، ولكن هذا قرار مرفوض منه، وبالأخص أن المباراة لم تكن عادلة، وكان هناك انحياز من الحكم، وفوز المغرب كان له علاقة برشوة وسحر، ويلزم على فخامة الرئيس تقديم الشكاية للكاف عوض تكريم المدرب المغربي. ثم خرج الدراجي من الأستوديو غاضبا. وفي النهاية إذا كنت فخورا بفوز المنتخب المغربي ومع نقل شنقريحة للمستعجلات، يرجى الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.